البوتي تريننج امتى وازاي ابدا المرحله دي مع طفلي؟ معاكم رنا السمان في ربهم صح. المرحله دي اسمها السهل الممتنع. ليه سهل ممتنع؟ لانها مرحله سهله جدا بس محتاجه فهم علشان نعرف نطبق عليها الحاجات اللي هتساعدنا مع الاطفال. علميا من سنه ونص لسنتين بنبدا نشوف الطفل عنده القابليه ان هو يقلع البامبرز او الدايبر ولا لا. بتبقى ازاي العلامات او ايه هي العلامات اللي بتخلينا نقول ممكن نقلعه البامبرز او نبدا معاه البوتي تريننج؟ اول حاجه ان هو بيكون عنده وقت ثابت بيعمل فيه يورين او ستول، وليكن انا اكلت الطفل فطرته وغديته وجيت بعد الغدا ببص في البامبرز بتاعه لقيته عامل ستول. تاني يوم نفس الموضوع اتكرر في نفس الوقت، تالت يوم نفس الموضوع في نفس الوقت. اذا الطفل ده عنده وقت ثابت بيعمل فيه اليورين او الستول بتاعه. تاني حاجة عنده قابلية او عنده القدرة ان هو يقولك انا عايز اعمل. مش لازم يكون بيتكلم، في اطفال كتير لسه ما بتكونش عارفة تتكلم او تعبر صح بس بتشاور، بتروح مكان كده في قدام التويليت مثلا او مكان عند البوتي مثلا جنبه ايا كان، انت بتعرفي من خلال الاشارة دي ان هو عايز يدخل التويليت فبتبدأي تساعديه. تالت حاجة انه ما يكونش بيعاني من اي امراض لا ذهنية ولا جسمانية. حلو الثلاث حاجات دي. نبدأ في المرحلة اللي بعديها. المرحلة دي برهان فظيع على ان الفروق الفردية ما بين الاطفال مهمة جدا، واكبر دليل على ان في حاجة اسمها فروق فردية. ليه؟ لان انا ممكن اكون عندي 3-4 عيال وكل واحد بدأت مع البوتي تريننج في وقت مختلف وبطريقة مختلفة وظهرت عليه علامات مختلفة. فمش لازم البوتي تريننج ده ليه اسلوب واحد كل الاطفال تمشي عليه. بنت خالتي ابنها عمل كذا فانا ايه ده انا ابني لسه ما عملش كده ازاي؟ غلط. المقارنه في الموضوع ده بتخليكي تحسي بالفشل لانه متغير، بتغير الطفل طريقته حياته، طريقه حياتكم وسلوكياته، كل ده حاجات بتاثر على استيعابه وعلى قابليته للموضوع. في امهات كتير ما بتعرفش ازاي بعد ما تقلع البيبي البامبرز او الدايبر انها تتعامل بعد كده. طب خلاص انا قلعته والطفل عمل مره في البوتي بعد تشجيع وتحفيز، هي انت كويس انت شاطر انت جميل، بعديها لقيته عمل على نفسه وراح ملطشه. وانا مش قلت لك كده غلط؟ انت عملتي ايه؟ تلطشي لي لما هي حاجه اصلا بعيد عن ارادته، يعني خارج ارادته. احنا قلنا بيبدا من سنه ونص سنتين، بينتهي بقى امتى؟ لحد 4 سنين. لحد 4 سنين طبيعي انه يعمل على نفسه، طبيعي. احنا كل الفترة دي بندربه، بنخليه يفهم ان في مكان بنعمل فيه غير البامبرز، بنقول له ان المكان ده مخصص ان احنا نعمل فيه اليورين او الستول. ما ينفعش ان احنا نستخدم معاه اي اسلوب غير التحفيز. ممكن لو حسينا انه بيعند معانا او ان هو فاهم وعارف وقادر يتحكم في نفسه بيعمل كده عند معانا، ممكن ان احنا نستخدم معاه اسلوب العتاب، التوبيخ البسيط من غير ضرب ولا شتيمه ولا اهانه ولا الكلام اللي يوجعه ده، علشان يقدر يتقبل منك. استخدمي التحفيز باستمرار. في امهات بتخاف قوي ان على مثلا الارض، الفرش، السرير، فبترجع تلبسه بالليل تاني. دي فيها اختلاف. يعني في ناس يقولوا لك لا انت بتضيعي كل تعبك اللي انت عملتيه معاه وتروحي ملبساه البامبرز تاني كده مش هيفهم. لا، مين قال لك؟ في اختلاف. يعني في طفل هو مش مستعد كليا ان هو يقلع البامبرز وهو قبل ما ينام، ممكن يعمل على نفسه على طول اكتر من مره فياخد برد ويتعب. احنا مش هنجازف في الحته دي، احنا هنبداها واحده واحده. لقيتي عنده القابليه واول ما صحي من النوم كل يوم لقيتيه بصيتي في البامبرز لقيته ما بيعملش، اجرب مره واحط له مشمع والبسه في حاجات كده اندرويرز بتاعت اطفال متبطنه من جوه بقطن ومن بره بمشمع علشان يعني يحد شويه من موضوع التسريب، وافرش له الحاجه بتاعته واعرفه ويكون الحاجات دي ملونه وجميله علشان يبقى عنده قابليه ليها. في برضه اطفال بتبقى منزعجه جدا لما بتقلعيه البامبرز وهو شايف الستول بتاعته وشايف اليورين، هو ايه ده لا، خايف وقرفان وحاسس ان حاجه غلط فما بيعرفش يعمل. فده لازم نحترم الحته دي وما نجبروش انه يقعد على البوتي.
كتجربه شخصيه ليا انا مع ابني، اللهم بارك، يمكن من عند سنه ونص بدا ان هو قلع البامبرز. كان من عند سنه ونص اللهم بارك خلاص يعني قلع البامبرز وبدا، وده كان مرحله اختياريه، كنت بلبسه له قبل ما ينام لان هو مش ملزم ان هو يقلعه، هو كان من نفسه. وما قعدش ولا مره على البوتي تريننج، على البوتي انا حاولت معاه كل المحاولات ان انا اقعده يقعد لكن ما يعملش. في اطفال كده تقعد وهي مش عايز، كان بيقعد على التويليت عادي بس وانا ماسكاه، كان حته بتاع صغنوني كده يقعد على التويليت خلاص هيسقط جوه، بس انا كنت بفضل ماسكاه. من الامان برضو ان انت ما تسيبوش على التويليت علشان ما يقعش، لان هو برضو حجمه صغير. فما تنزعجيش ان انت تكوني مكلفه وجايبه له بوتي بقى غاليه وجميله وده ما استخدمهاش، لا لازم تحلل فلوسها وتستخدمها. يا ستي هو مش عايز يستخدمها مش هينفع، هو مش حابب، مش جايه معاه انه عايز يقعد عليها، هو شافك انت وبابا قاعدين على التويليت فشاف ان ده الطبيعي ان احنا نعمل هنا فبيعمل هنا، ما شافكيش قاعده على البوتي. على حسب طبيعه طفلك حاولي تتصرفي. ما تنزعجيش لما يحصل له انتكاسه بعد ما تكوني علمتيه خلاص ان هو يقعد على البوتي ويرجع يعمل تاني، ده طبيعي جدا مفيش مشكله خالص. امتى نخاف؟ لما يكون داخل على 5 سنين وبيعمل على نفسه، لا هنا نكشف ونشوف هل الموضوع نفسي ولا جسدي، والموضوع اسهل من كده بكتير. وحاولوا انتوا بس تنظموا وقتكم، خلي فيه وقت نوم وقت صحيان، خلي فيه وجبات ثابته علشان تعرفي بعديها الطفل بيعمل حمام امتى بعد اي وجبه، خلي فيه لغه تواصل وتفاهم ما بينك وما بين الطفل عشان تفهموا بعض وتعرفيه ان في حركه او كلمه او جمله او كلام مباشر علشان يقول لك انه عايز يعمل حمام. تحفزيه واحده واحده، تقولي له قصص وتجيبي له زي عروسه كده وتعرفيه ان الناس او الاطفال او كلنا بنعمل يورين هنا في التويليت وده الطبيعي. ما توبخوش، امنعي الضرب لو لقيتيه عمل على نفسه، حفزيه كتير، ما تجرحوش قدام اصحابه ولا قدام اخواته ولا اهلك ولا قدام اي حد علشان ما يحسش مهما كان صغير. ما تقعديش تزعقي له لان الاسلوب ده هيبقى معاه شويه، انت هتبقى خلاص هتتعودي على الاسلوب ده معاه. وحاولي تفهمي ان دي فروق فرديه وجايه ان شاء الله، ما تستعجليش.